لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا لا. هذا الفرح يهدي سرور، وجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعد بشعور، والقلب ما عمره سلام. هذا الفرح يهدي سرور، وجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعد بشعور، والقلب ما عمره سلام. ريح الغلا واسكى بخور، واحساس من بين الملا، والقلب شايد له قصور، من فرحته زاد الولا. ريح الغلا يا محمد قلتها من صافي النية، ألف مبروك 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 يا محمد قلتها من صافي النية. والقلب ما عمره سلام. ريح الغلا واسكى بخور، واحساس من بين الملا، والقلب شايد له قصور، من فرحته زاد الولا. ريح الغلا واسكى بخور، واحساس من بين الملا، والقلب شايد له قصور، من فرحته زاد الولا. هذا الفرح يهدي سرور، وجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعد بشعور، والقلب ما عمره سلام. هذا الفرح يهدي سرور، وجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعد بشعور، والقلب ما عمره سلام. في داخلي حبن يثور، نادى لكم أهلا هلا، شعري كتبته بالسطور، شعر بقالي واعتلى. في داخلي حبن يثور، نادى لكم أهلا هلا، شعري كتبته بالسطور، شعر بقالي. الحمد لله على الفرحة الكبيرة هذه، اللهم لك الحمد، والله يجمع بيننا بخير يا رب، ويرزقنا بالذرية الصالحة يا رب. واشكر الجميع من عمي
محمد والوالد الله يحفظه ويطول عمره، وعماني جميعا واخوالي جميعا وكل من ساعدني في الزواج ووقف معنا في الزواج ويطول عمرهم ويحفظهم يا رب. وشكرا لكم وصحيفة حواله. اولا اهلا وسهلا بصحيفة حواله، نرحب فيها في زواج ابننا محمد، والله ان شاء الله يجعله ان شاء الله زواج مبارك، واهلا وسهلا بالحضور ونتشرف ان شاء الله بالحضور، ومرحبا بهم. ساعد عثمان برضو المشرف على صحيفة حواله، واتمنى لهم ان شاء الله يعني اقامه طيبه، وان شاء الله يكون يعني يكون حفل ان شاء الله يكون نسعد فيهم ان شاء الله باذن الله. والصلاه والسلام على رسول الله. اول ما نقول نبدا بكلامنا هذا ان نبارك للعريسين ونقول الله يوفقهم ويجمع بينهم بخير ويبارك لهم عليهم ويجمع بينهم بخير ان شاء الله. ونشكر جميع الجماعه اللي جو وشاركونا في فرحتنا هذه، والله يحييهم جميعا ان شاء الله. الله يحييهم الحاضر والغايب، والله يوفق الصحيفه والقائمين عليها، وحقيقه جهودكم مشكوره ولا قصرتوا حقيقه. اي والله يوفقكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اولا اقول للعريس اخي محمد بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق ويجمع وييسر له الزواج، وهذه بدايه موفقه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك له في حياته كامله. وايضا ابارك لابي والابا العروس العم محمد بن ذيبان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق ابنته ويجمع بينهم في خير. لا يسعني الحديث في هذه الليله المباركه، يعني فرحه كبيره جدا ان ارى اخي محمد المشاغب في البيت بخير وعافيه، وراه في هذا الزواج والجمع هذا المبارك، الاعمام والاخوال والاقارب، ويعني صراحه الفرحه لا تسعني في هذه الليله. واشكر الشكر الجزيل الى صحيفه حواله بمناسبه حضورها، دائما صراحه فعاله في كل المناسبات. يعني صراحه نحن لا نحتاج يعني الى كروت والى بحث، اصبحت تاتينا الاخبار مباشره يعني الى هواتفنا وجوالاتنا بسرعه، وهذا شيء يفرح حقيقه. صرنا نتواصل، تاتينا رساله فلان مريض نقوم بزيارته، فلان سيتزوج نقوم بزيارته. صار حبل التواصل جيد وميسر بسبب هذه الصحيفة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لمن قام عليها وللعاملين فيها. أسأل الله أن يبارك لك يا أخي فيها، وجزاك الله خير. وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة المباركة أتمنى وأزف التهاني لابن محمد بمناسبة زواجه، وجعله إن شاء الله في أبرك حزه. كما أشكر الأخ مساعد العثمان في جهوده في صحيفة حواله، وأرجو له التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أول شيء أنا بارك للعريس، ونقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. هذه واحدة. والثانية أشكر الابن مساعد على اجتهاده وعلى صحيفة حواله التي لها مناقب ما هي بسيطة، وغطت جميع الأحداث في الدين وفي السيرة وفي كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. أحب أبارك للأخ محمد ولدنا بهالزواج بهالليلة المباركة إن شاء الله، وأتمنى له كل السعادة إن شاء الله وبالرفاه والبنين. وأحب أنه أهني عائلة الهتران وعائلة الذيبان بهالزواج إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا إن شاء الله يجمعهم على خير، وأرحب بجميع الضيوف إن شاء الله باسمي وباسم عائلتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسرني ويشرفني بهذه المناسبة أن أبارك للابن محمد هذه المناسبة، وأتمنى له من الأعماق زواج مثمر وبالرفاه والبنين إن شاء الله، وأتمنى له حياة زوجية إن شاء الله وارفة. وأشكر صحيفة حواله على هذه المشاركة الدائمة لنا في الأفراح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نهني ولدنا محمد عبد الله بمناسبة زواجه، ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقهم في حياتهم الزوجية. كما نشكر صحيفة حواله التي دائما تشاركنا في أفراحنا، وشاكرين ومقدرين لهم
والله يوفقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك العريسين ولهما وعليهما وأن يرزقهم الذرية الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جينا نشارك ونبارك للعريسين، نسأل الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير. وكما أشكر الحقيقة الأخوان القائمين على الصحيفة التي دائما توافينا بالأخبار أولا بأول، ونشكر القائمين عليها. كمان أشكر الأخ عبد العزيز بصفة خاصة على ما يقوم به من دور لهذه الصحيفة. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن في هذه الليلة المباركة نبارك للعريسين ونقول لهما بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ونبارك للعريس محمد عبد الله يكران على زواج بنت أخي محمد بن ذبال الغامدي. نسأل الله عز وجل أن يعيشها مطمئنين موفقين أينما كانوا، وفي الحقيقة نشكر صحيفة حوالة على ما تقوم به من جهود في تغطية مثل هذه المناسبات الطيبة. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله. نقول ألف مبروك للعريس، والله يوفقهم إن شاء الله ويتمم على خير، وإن شاء الله تكون حياة سعيدة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بادئ الأمر نبارك للعريس والعروسة ونتمنى لهم التوفيق والحياة السعيدة والذرية إن شاء الله الصالحة الناصحة، ونقول لهم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما بخير. الشيء الآخر والمهم بالنسبة لي نشكر فيها صحيفة حوالة، ونشكرك يا أخي مساعد، وأتمنى لك التوفيق وعلى الجهود أول شيء اللي تقدمونها في الصحيفة، فشكرا جزيلا لك. نعطي وفا وعذب شوق والقلب